احكي لي بقى، انت ما حكيتليش عن خطيبك. اسكتي بقى ما تفكرنيش يا ندى، يعني لازم تعكنيني على ايه؟ استني ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا عايزين نرش الجنينه بره لو سمحت، يلا اخرج رشها. في ايه يا ناديه يا بنتي؟ بنته؟ بنتك ايه؟ اخرج رش الجنينه يلا، انت هتقف تصورني؟ حاضر حاضر. شكرا على العصير يا حاج. ايه يا ندى انت ده بيقول لك بنتي وليه بتعملي كده؟ لا 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 مفيش حاجه، هو جنايني بس، هو بيعتبرني زي بنته. ثانيه بس وهرجع لك. ماشي يا ندى. بابا حقك عليا على اللي حصل. بابا والله انا ما كنتش اقصد، وبعدين هو انا عارفه ان انت نايم، ايه اللي صحاك دلوقتي؟ انا يا بنتي كل اللي حصل انا صحيت فعلا، بس سمعت صوت كده حد معاكي، قلت اعمل معاكي واجب، يعني كرام الضيف واجب، فقدمت لكم عصير. بابا انت عارف يا بابا ان انا ما اقدرش اقول لصاحبتي ان انت بابايا، علشان هي عارفه ان بابا بيزنس مان، وبعدين كده يا بابا. يعني انا اسفه يا بابا على اللي حصل مني، ما تزعلش. لا عادي يا بنتي عادي، اللي انت شايفاه صح اعمليه، انا مش فارقه معايا، يعني اهم حاجه عندي هو انت. خلاص يا بنتي روحي انت وانا اروح ارش الجنينه، عشان لو صاحبتك جت ولا حاجه يبقى فعلا يبقى هو الجنايني. ايه يا ندى عواتي ليه كده؟ معلش يا شيماء، كملي. زي انت كنت لسه بتساليني على خطيبي، بقولك انه طلع واطي وندل قوي معايا. تخيلي يا ندى، يعني انا مش عارفه اقولك ايه، البخيل جايب لي ورده في عيد الحب، ده ينفع؟ ايه ده يا ندى؟ يا ندى انتي روحتي فين يا ماما؟ انتي تايهه ليه كده؟ معاكي يا شيماء. معايا فين يا ندى؟ انتي خلاص شكلك تايهه خالص، شكل الحوار اصلا انتي مش مركزه فيه. انا ماشيه يا ندى، عايزه حاجه؟ شيماء استني بس، استني خليكي يا قاعدة. ماما ربنا يعينك. سلام. بقولك يا حاج. نعم يا استاذ. براحتك خالص، معلش ما تزعلش من ندى، هي ما تقصدش حاجه على فكره، وبنوته هاديه ورقيقه قوي، بس هو اكيد سوء تفاهم اللي حصل. لا اكيد اكيد، ربنا يعين ربنا يعين. يا رب يا رب، اهم حاجه بس ما تزعلش. لا ما اقدرش ازعل منها، ده زي بنتي بالظبط. بالظبط، هو ده عشان فيك، ربنا يقويك. يلا عايز شكراً حاجه؟ ليك. شكرا. مع السلامه. يعني صاحبتها بتكبر بخاطري وهي مستعريه مني. عم عماد، احمد ابن اخويا، عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله. بقول لك يا احمد، وانت جاي كده ما قابلتش واحده كده كانت صاحبه ندى بنتي؟ ايوه قابلتها على الباب وانا جاي، بس في حاجه ولا ايه؟ هو هكون قلت لها ان انا ابوها ابو ندى؟ انا مش فاهم ايه المشكله لما تعرف ان انت ابو ندى، هي جريمه يعني؟ لا مش جريمه، بس ندى يعني ما بتعرفهمش ان انا ابوها، مفكرهم بتقول لهم ان انا ابوها، يعني رجل اعمال كبير. نعم. بس يا ابني هو ده اللي حصل. تعالي يا ندى، ايه اللي انا بسمعه وبتعمليه مع ابوكي ده؟ احمد اسمعني، انت فاهم غلط خالص بابا، انا والله العظيم ما كانش قصدي اللي حصل ده خالص. لا عادي 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 يا بنتي. نعم عادي يا عمي. يا عم انت مش متخيل اللي بتعمله؟ يعني ايه تتبرى منك قدام صحابها وانها تقول ان ابوها حد تاني؟ لا 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 والله العظيم ابدا، انا ما كانش قصدي كده، انتوا مش فاهمين اي حاجه. صاحبتي ديت هي الوحيده بالذات هي من عيله كبيره، ودايما بتكلمني عن عيلتها واللي عندها ومش عارفه ايه. انا بجد اتكسفت وجيت اعتذرت منك يا بابا، انت شفت والله العظيم انا كبيرة ولا صغيرة ما تعيش عيشتك وعيشة أهلك، الراجل ده أثر معاكي في إيه؟ ما هو وصلك للي أنت فيه ده، تقدري تقولي له من غيره كنت هتعملي إيه؟ ولا كنت هيبقى اللي عندك ده عندك إزاي؟ ده باع أرضه عشان حكمت عليه يشتري لك عربية وينقل لكم المنطقة اللي كنتوا فيها ويشتري لك فيلا، باع أرضه عشان تبقى زيك زي أصحابك، تقوم أنت تتبر منه في الآخر، ده جزاته؟ يا ابني يا ابني يا ابني معلش، هي عندها حق برضه يا احمد، هي اخر سنه وان شاء الله هتتخرج كده وهتبقى دكتوره قد الدنيا، وتعودني بقى عن اللي انا بعته ومش هشتغل تاني عند اي حد. نعم، يعني أنت راضي بكل اللي بتعمله فيك ده؟ يا احمد هفهمك حاجه بس. على العموم يا عمي، طالما أنت راضي براحتك، بنتك وأنت حر. أنا بصراحة كنت جاي أقعد معاكم شوية، بس بعد اللي شفته وسمعته ده اتخنقت ونفسي اتسدد. سلام يا عمي. يا احمد. بابا. نعم يا بنتي. بابا انا عايزه اقول لك حقك عليا، انا بجد ما كنتش اقصد. وعلى فكره يا بابا انا ممكن اقول لاصحابي كلهم ان انت بابايا، انا اصلا متضايقه ان انا عملت كده، مش عارفه ازاي انا قلت كده ولا اتعاملت كده والله العظيم. لا يا بنتي خليكي زي ما انت، دي كلها سنه بس، كلها سنه، بعد كده اقول لهم بقى ان انا ابوك وعادي، بس المهم تكوني اتخرجتي وبقيتي دكتوره قد الدنيا. احمد
احمد لسه صغير مش فاهم حاجه. اللي يريحك يا بنتي انا هعمله لك. ماشي يا بابا بعد اذنك. اتفضلي يا حبيبتي روحي. انا لازم اعمل كده، ما هي بنتي الوحيده، وانا حاسس ان هي بيبقى زعلانه ومكسوره في وسط اصحابها. ايوه اصحابها بقى اللي ابوها رجل اعمال واللي ابوها سفير، وانا يا دوب فلاح قد حالي. كتر خيرك يا بنتي وانا مش زعلان منك. بقول لك ايه يا بنتي، الباشمهندس محمد اتصل بيا وفي شويه شغل هناك اروح اشيل شويه رمل يعني. طيب بابا انا كنت محتاجه منك فلوس. عليا يا بنتي. بص انا دلوقتي معايا كام؟ 180. خد انت ال 170 وال 10 جنيه بس هركب بقى مواصلات لحد ما اجي من الشغل اللي انت عايزاه اديهم لك. بابا بس انا كنت محتاجه 500 جنيه. 500؟ طب يا بنتي مش ينفع الا بعد الشغل. طب بص يا بابا امسك دول كده، انا ممكن تيجي معايا اوصلك بالعربيه وتاخد اليوميه بتاعتك من الراجل في اول اليوم واخدها وانا رايح الجامعه. بس يا بنتي ما ينفعش، ما فيش كده، ما فيش الواحد بيقبض اليوميه الا بعد ما بيخلص شغل. يا بابا قول له ما انت كده كده هتشتغلوا بيهم يعني. يا بنتي اقول له ازاي بس؟ انا محتاجه فلوس ضروري، عايزه اشحن بنزين للعربيه وعايزه فلوس نازله مع صحابي اخر النهار. حاضر حاضر. وهات دول وهاخد منك 500 جنيه عليهم. بس يا رب يرضى بس. ده بخيل، ده لا، إن بيديني شاء الله، إن اليوميه شاء الله. بالعافيه يا باشمهندس محمد ده. هيرضى ان شاء الله. ماشي الله المستعان. يلا بينا. اجهز مفتاح العربيه وادخل العربيه هجيبها للباشمهندس محمد ازاي؟ ده هو اصلا بيبقى عايز يقطع من اليوميه بتاعتي. ربنا يستر بقى، هخش له باي حيله وخلاص. ده راجل معفن. ايوه يا باشمهندس. طب ماشي ماشي، هكلمك بعدين. سلام. هي دي الرمله اللي هتتشال؟ هي دي الرمله والاسمنت ده هتطلعوه في الدور التالت. طب اما انت اخرت ليه؟ معلش يا باشمهندس بس كان ورايا ظروف، بعد اذنك كان ممكن تديني بس اليوميه بتاعتي نعم. عشان يا بس. استاذ هو انت لسه اشتغلت عشان تاخد فلوس؟ معلش اديني 500 جنيه. يا استاذ مفيش فلوس ايه؟ اسمعني بس ثانيه، هو بس كان مستلف مني فلوس وانا قلت له خلاص لقيته راجل غلبان وقلت اوصله معايا واخد منه فلوس، مش عارفه كان بيجيب حاجه لولاده تقريبا. ثانيه بس، كل اللي انت بتقوليه ده مش بتاع انا ما ينفعش اديك اليوميه قبل ما تشتغل. يا باشمهندس انا جيت في مره قصرت معاك. ما قصرتش، بس انت عايز تاخد فلوس قبل ما تشتغل ازاي؟ يا باشمهندس ما تقلقش والله انا هشتغل واخلص اليوميه بتاعتي. طب لما حضرتك انا تشتغل. عايزه امشي، انا ماليش دعوه بالحوارات دي، انا عندي مواعيد معلش. لا حضرتك انت ممكن تمشي، او حوارك معاه هو مش معانا. وقال لي هيديني فلوس من حضرتك دلوقتي. هو لسه ما اشتغلش، انا اديله فلوس قبل ما يشتغل ازاي؟ معلش يا باشمهندس اعتبرها ديك يعني اخر مره اطلب منها الفلوس قبل ما اشتغل. وبعدين 500 ايه اللي انت عايزها؟ 500 ايه؟ اما انت يوميتك 350 جنيه، عايز 500 جنيه ازاي يعني؟ يعني ال 150 التانية خليها من اليوميه التانية ان شاء الله لما اجي اشتغل تاني. ما انت بسم الله ما شاء الله الشغل عندك ما بيخلص. بقول لك ايه، انت هتتعبني. خد امسك 400 اهي، ويلا شد حيلك بقى عشان الجو حر وعايزين نخلص. خلاص انا همشي. شكرا ليك يا استاذه، شكرا ليك. انت خلاص يعني رايح تستلف من الناس فلوس؟ ايه يا اخي؟ امال ايه؟ مصاريف وفيلا ومش لاقي تاكل ازاي؟ قاعد في الفيلا ازاي وانت مش لاقي تاكل يا عم عماد؟ قول لي كده. لا حول ولا قوه الا بالله، ما انا بشتغل اهو. بتشتغل ايه؟ هو ايه اللي انا عملته في بابا ده؟ ليه بقيت غبية معاه قوي كده؟ ايه الراجل بيعامله كده ليه؟ يا رب كل ما اصلح موقف يبوظ تاني. طب انزل له يا رب بابا ما يزعلش مني. ساتر التعب اللي انا فيه. وسط اتقطم من طلوع السلم منزوله.
هو انا لسه ما جاتش؟ اه انا مش قادر اصلا اخش الشطر ولا اغسل وشي. انا اريح انتم خلاص. ندى، كويس ان انا شفتك يا حبيبتي. بقول لك يا ندى، ايه اتفضلي. معلش يعني ان انا هتدخل في حياتك، بس انا بصراحه بقالي كام يوم شايفه باباكي بيرجع تعبان من الشغل، والناس يا بنتي بتسنده. ازاي سايباه في الحاله دي؟ انت بسم الله ما شاء الله، يعني شويه وهتبقي دكتوره قد الدنيا ما شاء الله، راكبه عربيه كويسه، عندك فيلا حلوه. انا والله مش بقر، لكن يا بنتي مستواكي الاجتماعي حلو. ليه تسيبي باباكي يشتغل عند الناس ويتبهدل ويتمرمط كده؟ ما ينفعش يا ندى، بابا كبر، ما ينفعش يتبهدل كده يا بنتي. ولا انت شايفه ايه؟ انت عندك حق في كل اللي قلتيه. انا اصلا حتى معيش فلوس لبنزين العربيه وغيار الزيت والكاوتشات وغيره. وفعلا بابا باع الارض بتاعته عشان يجيب لنا الفيلا دي، وجاب لي العربيه اللي انا كان نفسي فيها علشان قدام صحابي اكون من مستواهم وكده. كل ده عشان المظهر يا ندى؟ حقيقي انا بجد ندمانه على كل حاجه عملتها في بابا. لا حول أنا ولا قوة فعلا إلا عملته بطريقه وحشه جدا. لو انه هو ما حرمنيش من حاجه وجاب لي العربيه وعايشنا في الفيلا ديت، انا فعلا غلطانه كتير قوي كتير قوي يا طنط. بندم بجد ان انا بعمل كده او بعمله كده، بس مش عارفه بتيجي وقت بحس ان مغيبه في بعض الاوقات، مش عارفه بعمله وحش جدا. انا لازم ادخل اراضيه. لازم تراضيه، ولازم تاخدي بكلام ربنا يا بنتي، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما. انت عندك حق حبيبتي مالكيش غيره، وهو ده اللي هيزيد رضا ربنا عليكي. انت عندك حق، انا لازم ادخل اراضيه. يلا حبيبتي، ربنا يهديك يا بنتي ويبعد عنك ولاد الحرام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني انت جايب فيلا يا حاج وجايب لها عربيه وبتشتغل عند الناس، يعني كل دي مظاهر فعلا ما بناخدش بالشكل. اكشن. يا حبيبي يا بابا، نايم من كتر التعب. انا زعلتك كتير قوي مني وجرحتك وقسيت عليك قدام الناس. انا كنت غلطانه في اللي انا كنت بعمله ده، معرفش دماغي كانت فين. بس دلوقتي اصحيك واصالحك، وانت قلبك طيب اكيد هتسامحني. بابا 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 ايه ده؟ في ايه؟ ندى، عمي ماله؟ في ايه؟ عمي رد عليا. يا ماما عايزاك تسامحني. سود يا ماما عمي، لا ما تسيبناش. بتعيط على ايه؟ بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما انت السبب في كل ده، انت اللي عملت فيه كده، حرام عليكي. كنت دايما كسراه، مش رافعه من ماما ولا من شأنه. قوم يا عمي بابا سامحني يا ما بابا، تسيبناش. سامحني يا بابا ارجوك والنبي سامحني. بتلومي في نفسك بعد ايه؟ بعد ما راح مننا، حرام عليكي. قلت لك من الاول غلط اللي بتعمليه. يا عم رد عليا يا عم بالله عليك، اصحى يا عمي. مش عارفه ازاي كنت بعملك كده، مش عارفه ازاي هما حققوا عليا. سامحني ما كانش فيها حن ولا طيب منه. سامحني يا ماما، زعلتك كتير. عمري ما سامحك يا ندى على اللي عملتيه. يا عم رد عليا.